الوجه الآخر لقاسم أمين، الراجل اللي دعا لتحرير المرأة واللي لحد دلوقتي الجدل ما انتهاش عنه. في ناس بتحبه وشايفاه حرر المرأة، وفي ناس مش طايقة سيرته فبتقول عنه بهدل المرأة. عشان نعرف حكايته لازم نبدأ من أول السطر مع إيمان. إيه اللي يخلي راجل من أكتر من 120 سنة يدخل نفسه في صراعات ومشاكل كتيرة عشان يغير عقلية مجتمع؟ عشان كده عايزين نعرف مين هو قاسم أمين. قاسم أمين اتولد في اسكندرية سنة 1863. كان والده أميرالاي في الجيش من أصول تركية، وكان صارم جدا وبيعامل أولاده في البيت كأنه في معسكر بالظبط. تعليمه في مصر ودخل كلية الحقوق، وبعد كده اشتغل محامي شوية، وبعد كده قرر انه يسافر فرنسا ودرس الحقوق تاني في جامعة مونبلييه ورجع بعد كده. وعايزه اقول لكم ان ده كان الترند وقتها، عشان الواد يبقى روش كده لازم يعمل حاجتين: يدخل كليه الحقوق اللي هي كليه الوزراء والبشوات، ويسافر فرنسا، ويرجع لنا بقى واحد تاني خالص ويقعد بقى يرازي في المجتمع. في فرنسا شاف اللي عمر ما شافه، شاف ستات بتتعلم في الجامعه، بتخرج للعمل، مش لابسين حجاب، ورغم كده قادرين يعيشوا حياتهم بشكل عادي ومحترم ومهذب. ده اتأثر بيه جدا. لما قابل كمان محمد عبده وبدأ يشتغل معاه مترجم، اتأثر جدا بفكر محمد عبده الإصلاحي. قاسم أمين كان من مؤسسي الحركة الوطنية وجامعة القاهرة. في 1984 كتب كتاب اسمه المصريون، وده كان بيرد فيه على دوق فرنسي اسمه داركور. داركور كان كاتب كتاب مبهدل فيه المصريين، قد ايه هم بيتكلم ان متخلفين في العادات ومتخلفين في معاملة المرأة ومبهدلنا اخر بهدلة. قاسم امين قال لك لا بقى لازم ارد على الراجل ده، وراح كاتب الكتاب المصريين ده وباللغة الفرنسية. وبالمناسبة الكتاب ده فضل باللغة الفرنسية وما ترجمش ابدا حتى في حياة قاسم امين نفسه، ولحد بعد ما توفى الكتاب فضل حوالي 86 سنة من غير ترجمة خالص للغة العربية. مش عارفة هل ده كان لأن أفكار الكتاب كانت هتبقى صادمة قوي على قاسم أمين اللي هو يعتبر رائد لتحرير المرأة، لأن قاسم أمين لما جه يرد على الدوق الفرنسي فكان لازم يدافع عن كل العادات والتقاليد المصرية والشرقية، فكان بيدافع عن كل الحاجات القديمة. كان شايف إن الحجاب أساسي، ان تعدد الزوجات والطلاق وعدم مشاركة المرأة في العمل، كل دي حاجات صح جدا. بس وكمان كان شايف ان الست المصرية والشرقية عموما محظوظة ومتهنية عن الست الأوروبية. الكتاب فيه كل أفكاره متناقضة مع كل الحاجات المعروفة عن قاسم أمين. يعني مثلا لو قرأنا في الكتاب ده رأيه عن المرأة هنتصدم. بيقول فيه ايه في رأيه عن المرأة؟ المرأة المصرية مخلوق متكاسل وبعيدة عن الفاعلية، تميل إلى القبح أكثر من الجمال، ولا أهمية لمشاركتها في مهن الرجال. ليه كده بس يا عم قاسم؟ والله انت حيرتنا معاك، مش عارف انت عايز ايه. سبحان الله كده، وبعد 3 4 سنين قاسم أمين زي ما قلنا كان بيترجم لمحمد عبده ومتأثر بيه. دي أول حاجة. تاني حاجة إن هو اشترك في الصالون الثقافي للأميرة نازلي فاضل. الأميرة نازلي فاضل هي حفيدة إبراهيم باشا ابن محمد علي، ست طبعا أرستقراطية عاشت في فرنسا، عندها أكتر من لغة، حاجة حلوة يعني. الست دي كان الصالون الثقافي بتاعها بيضم النخبة المثقفة في الوقت ده زي محمد عبده وأحمد لطفي السيد وغيرهم. لما سمعت عن كتاب المصريون وعن آراء قاسم أمين اللي مش عاجباها أبدا في الستات، وإن هو بيدافع عن عادات وتقاليد هي مش عاجباها أصلا، قالت لمحمد عبده بقول لك إيه يا عبده، ما تجيب لنا الواد قاسم ده نشوف إيه حكايته وإيه حكاية آراءه العجيبة في الستات دي، يمكن نقدر نعمل حاجة. وبس كده يا سيدي، أول قاسم أمين ما شاف الأميرة نازلي فاضل انبهر بيها جدا، انبهر باسلوبها كنموذج لست مثقفه بتقدر ان هي تدير حوار ثقافي في صالون ثقافي، وفي نفس الوقت مش لابسه ولا حجاب ولا ملايه ولا برقع. كل ده خلاه يقول في نفسه النموذج ده ليه ما يبقاش كل الستات بتاعتنا في مصر بالنموذج الحلو ده.
كل الحاجات دي اللي هو اتأثر بفرنسا ومحمد عبده وانبهر بنموذج الأميرة نازلي. كل ده خلته بعد كده الكلام ده يأثر فيه جدا، وكتب كتاب تحرير المرأة سنة 1899، واللي فيه مقولات بتقول ان في الحقيقة ان الكتاب ده افكار وكل حاجة لمحمد عبده، هو قاسم امين بس كتبه وحط اسمه عليه. طبعا لما الكتاب ده نزل بيدعو لتعليم المرأة وخلع الحجاب والتحرر والعمل، كل ده في وقتها كان ولع الدنيا وكل الدنيا قامت عليه. قاسم أمين بعدها بأقل من سنة كتب كتاب تاني في 1901 المرأة الجديدة، بيكمل بقى إن المرأة لازم تشارك في العمل، وطالب كمان بتغيير قوانين الاجتماعية في الجواز والطلاق والتعدد، كل الحاجات دي. وقال لك خلاص بقى ما كده كده الدنيا والعة، مرة واحدة بقى نزل الكتابين. في الحالة دي كل الدنيا كانت سايرة عليه بقى، المثقفين والناس في الشارع، أئمة المساجد كانوا بيطلعوا في خطب الجمعة يدعوا إن هو بيدعو للفساد والزندقة، لدرجة إن في ناس مهمة مثلا زي طلعت حرب باشا، أول ما سمع الكلام ده قال لك إيه ده، لا 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 لا، مين الواد اللي جاي ده يخلي الستات تقلع الحجاب وتخلع برقع الحياة، وهم في وقتها فعلا كانوا بيلبسوا برقع يعني. وقال لك لا ده عبارة عن فساد للمجتمع. مصطفى كامل أول برضو ما سمع عنه قال لا لا ده قاسم ده واد عميل وخاين والاستعمار هو اللي بيموله. كل الناس كانت سايرة على قاسم أمين في الوقت ده. وفي السياق ده طبعا اتقال عن قاسم أمين كلام كتير جدا، هو يعتبر الوجه الآخر لقاسم أمين. اتقال عنه مثلا إنه كان مدمن خمور، انه كان عنده بنت من سيده فرنسيه بنت غير شرعيه ومرضاش يعترف بيها، انه اخد فلوس والدته وحجر عليها ورماها في دار مسنين، ان زوجته لما طلبته ان هي كمان تخلع الحجاب كان بيمسكها ويرنها كل علقه واختها علقه تمام، انه كان اقطاعي وبيعامل الخدم والعبيد عنده بالكرباج طول الوقت. انا معرفش المعلومات دي حقيقيه ولا لا، بس المصادر بتقول ده عنه، هل ده نوع من الهجوم ولا الحقيقه؟ الله اعلم. بعد كده من الناس اللي حبت تدافع عن صوره قاسم امين كان كامل الشناوي، لما كتب كتاب اسمه زعماء وفنانون وادباء، وكان في فصل تقريبا عن قاسم امين، حب ان هو يعني يقول ان الكلام ده كله مش حقيقي. وكتب مثلا نقد بيقول لك ان طلعت حرب اللي هو هاجم الفكره من الاساس، بعد كام سنه لما فتح بنك مصر عين فيه ستات، عدد يعني مش كتير بس عدد معقول من الستات. امين زي ما دعا لتحرير المراه كان عايز يحرر المجتمع، وكان عايز كمان يحرر اللغه. عنده كتاب اسمه اسباب ونتائج اخلاق ومواعظ، كان بيدعو في تحرير اللغه العربيه من التكلف والسجع وعلامات الاعراب. لكن في الوقت ده محدش اهتم، والحكايه ما خدتش نفس الضجه بتاعه تحرير المراه. في الحقيقه كامل الشناوي قال عن قاسم امين انه كان عايز يحرر المراه واللغه والعقل. وفي الحقيقه يعني اعتقد ان قاسم امين في الوقت ده كان يعني مستعجل قوي وسابق عصره، وكان كتير على الناس في الوقت ده انك تنادي بتحرير كل الحاجات دي مره واحده، او ممكن يقولوا له يعني بالراحه علينا شويه يا عم قاسم. في النهايه عايزين نقول ان قاسم امين اللي كتب كتابين متناقضين تماما عن بعض، مش لانه هو شخص متناقض، لكن لانه هو عايز يعبر عن ان الانسان بيتغير، ان الافكار بتتغير، وان كل واحد فينا افكاره على مدى حياته بتتغير، وان التخلف الحقيقي هو الجمود، وان الافكار تفضل زي ما هي ثابته. قاسم امين فضل لحد اخر يوم في حياته هو كمان محتار، وبيقول يا ترى انا صح ولا غلط، يا ترى انا استعجلت في الطرح ده والمجتمع ما كانش متأهل ولا لا. لكن كان دايما يقول ان التاريخ هو اللي هيحكم. اعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب وتشاركوا الفيديو مع اصدقائكم، واتمنى الحلقه تكون عجبتكم. ويا ترى عزيزتي المراه تحبي تكوني سترونج اندبندنت وومن ولا تكوني وومن بس وتستهدي بالله؟ اشوفكم على خير في الحلقه الجايه.